كده غسلته ميه بخل، وبعد كده ايه فتحت اهوت نضفته. الفلفل اهوت، الفلفل هعمل فيه ايه، هولع عليه النار بقى. ادي الفلفل هعمله زي الصلصه. بعد ما غسلته ميه بخل وشطفته حلو تحت ماء جاري، وبعد كده عملت فيه ايه، اتنضفته من البذر، وبعد كده ايه حطيته في الحله اهوت، ولعت عليه النار. وكل اللي بعمله هعمله زي الصلصه بالظبط، زي صلصه الطماطم. كل اللي بعمله بحط ايه، نص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه اهي، وشعرة ملح، فلفل اهوت. كل اللي عملناه بس حطينا بس نص كوبايه ميه، ما هو نفسه هينزل ميه كمان. هنعمله زي الصلصه بالظبط. مش هنحط اي حاجه خالص غير بس ايه نص كوبايه الميه اللي احنا حطيناها في الاول بس، وهنغطي عليه بقى هيبقى زي الصلصه اهوت. هو سرد ميته كمان اهي، شايفين الفلفل سرد ميته. الفلفل كده عشان لونه مش احمر قوي هنحط اهوت ايه حتتين بنجر كمان هنسلقهم معاه عشان نعزز اللون بتاع الفلفل. حطينا ايه، حطينا واحده كده يعتبر بنجرايه خرطناها اهيت. ادي البنجر اهو والبخار عشان نعزز اللون بتاع الفلفل، لان الفلفل مش احمر قوي بس هتشوفوه في الاخر هيبقى زي الطماطم اهو. الفلفل اهو فلفل احمر مع البنجر اهو. البنجر هيستوي كمان معاه، البخار هيسويه بس كده. بعد ما ايه الفلفل اهو، بعد ما انا ايه سلقته مع بنجر فلفل احمر، هعمل فيه ايه بقى دلوقتي، هنضربه بالهاند بلندر. ادي الفلفل اهو ضربناه بالهاند بلندر اهوت، عملناه بالهاند بلندر. الفلفل الاحمر شايفين عامل ازاي، الفلفل الاحمر بعد ما سلقته وحطيت عليه بنجر اهوت وضربته بالهاند بلندر اهو. هعبيه بقى، ما حطيتش اي حاجه غير البنجر بس ونص كوبايه ميه. الفلفل الاحمر اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هنعبيه في علب اهو، علب الصلصه، بعبيه في علب الصلصه بسم الله اهو زي الطماطم. باخد منه بقى على المحشي على الطبيخ يبقى جميل قوي اهو. وبحط فوق الوش شويه زيت. حط على الوش اهو شويه زيت، والتانية برضك حط شويه زيت مادة حفظ
بس كده. ادي الفلفل الاحمر، طريقه سهله وبسيطه اهو. الفلفل الاحمر اهو، حطيته في علب الصلصه اللي عندي، بغسلها وبنشفها وبحط فيها الصلصه. ادي صلصه الايه الفلفل الاحمر، ما حطيتش طماطم ولا اي حاجه غير بس ايه بنجرايه. ادي الفلفل الاحمر اهو، بصوا الفلفل الاحمر عامل ازاي، ريحته جميله والله العظيم. جربوه وادعولي، وانتوا بتعملوا احسن من كده، وتسلم ايديكم مقدما اهو. فلفل احمر، ادي الفلفل الاحمر اهو. هنطلع من الكيس الهواء، طلع من الكيس الهواء، بططه كده، طلع منه الهواء اهو. ادي الايه ادي الفلفل، ادي الفلفل الاحمر اهو. المفروض بعد ما عبيته اهوت، شايفين معبيه في علب الصلصه اهو. الفلفل الاحمر اللي انا عملته قدام حضراتكم، وحطيت على الوش شويه زيت اهو. وادي الحبه الباقيين حطيتهم في الكيس اهو، طلعت منه الهواء، هيبرد بقى احطه في الفريزر. ادي الفلفل الاحمر اللي انا فرماه، عملته زي الصلصه بالظبط، وريحته بيخلي طعم الاكل حلو قوي. فلفل الاحمر اهو. البنجر اللي انا عملته قدام حضراتكم. يبقى عملنا النهارده البنجر وعملنا الفلفل الاحمر اهو.